توقفنا في الحلقة الماضية عند تحرك قائد الجيش الفريق إبراهيم عبود في 17 نوفمبر عام 1958 بانقلابه بعدما أكلت الصراعات السياسيين السودانيين. إبراهيم عبود قام بانقلابه قبل ساعات من موعد انعقاد الجمعية التأسيسية لأول تجربة في الحكم البرلماني في السودان. كيف راقبت وعشت هذا المشهد؟ عبود كان لأنه أصلا لم يكن عسكريا نزعة، لم يتربى في الكلية، يعني كان مهندسا. نعم. فكان رفيقا بالناس أولا، وثانيا كان في مسلكه نموذجا طيبا. يعني كيف؟ يعني مقارنة بالعسكر ما لم يحتكر السلطة لنفسه، لكن جاء كل القيادة بترتيبهم وكانوا معه. وثانيا ما مد يده للمال العام، خرج كما دخل، وغالب الذين كانوا معه فعلوها. يعني طوال فترة حكمه التي امتدت إلى 6 سنوات 64 إلى العام 64. نعم. طوال هذه الفترة نعم كان نظيف اليد يعني لم يفعل مثل ما يفعل العسكر في الشعوب العربية. نعم. وما أدخل السجون، يعني الساسة، كبار الساسة حينما سجنهم، لكن لما هددوه بالإضراب أطلق سراحهم لشهر أو نحو ذلك، وجاءوهم بالطائرات واستقبلوهم واعتذروا لهم في بيوتهم يعني فكان رفيقا جدا بالناس، هذا الحقيقة. هل كان انقلاب؟ ثانيا اهتم بالبناء السدود والمدارس في كل السودان، نشر خاصة الجنوب، امتد في الجنوب بالمساجد، ويعني فكان واسعا، وعالميته نفسها كانت منفتحة، وكان مع الدول عدم الانحياز، فكان شيئا ما راشدا. هل ترجع هذا إلى كونه لم يكن عسكريا صرفا في حياته؟ نعم. يعني كان الجانب المدني في حياته أكبر؟ نعم. لأن العسكر يعني فعلوا ويفعلون غير هذا بشعوره. بالطبع، لأنه منذ النشأة العسكر إذا قابلته أنت هدف لإطلاق النار الصائب إلى سواد العيون يعني. ألم يفتح هذا المجال أيضا لمسلسل الانقلابات العسكرية في السودان بعد ذلك؟ هذا طبعا هذه سنن تتفاعل مع السنن التي تجري في البلاد العربية والإفريقية. أنت تعلم ذلك. يعني إذا تسامع العسكر بأن بلدا ما حدث فيها انقلاب، حدثتهم أنفسهم بأنه نحن يمكن، طبعا الجندية تملأك شيئا من الكبرياء والسلطة، فتريد أن تأمر لا كتيبة ولا لواء فقط، لكن أن تأمر كل البلد هكذا. لكن كان أمرا، كان مأمورا هذا الرجل. من الذي أمر؟ من رئيس السيد عبد الله خليل رحمه الله. لم يكن أمرا خارجيا؟ معروف أن معظم الانقلابات العسكرية هناك ترتيبات خارجية. عبد الله خليل قد يكون استشار خارجيا، لكن هو البريطانيين مثلا استشار إثيوبيا. نعم. ليس الأمريكان. الأمريكان مدخلهم لم يكن، وطأتهم لم تكن قد تغولت على المنطقة. هناك بعض القراءات حينما هيمن العسكر على معظم الأنظمة في الدول العربية غير الملكية الآن، يرون أن الاستعمار قرر استبدال حكمه للدول العربية عبر الانقلابات العسكرية وعبر المجيء ببني جلدة هؤلاء ليحكموهم ويحققوا للدول الاستعمارية أحلامها في هذه الدول العربية. أخوان العرب ينبغي أن لا ينسوا تاريخهم نفسه. كانت القوة التي حكمت غالب تاريخهم كانت هي الصفحة السوداء لتاريخ الإسلام. علاقات المذاهب وعلاقات الطرق الصوفية كانت طيبة شيئا ما، يعني حتى إذا تجادلا واختلفا، ولكن الغالب غلب طبعا ودمر الخلافة الراشدة، والذي بعد ذلك تعبأ وهجم عليه وغلبه هو الذي غلب حينما، وهكذا. وبعد ذلك تمزقت حسب القوة، وكل البلاد الإسلامية القوة كانت هي الحاكمة، ليست الحق ولا الحجة ولا الشورى ولا الحرية للناس. هذا مرض في كل العالم، ليس عندهم حسب يعني. لكن لا ننسبه فقط. أولا الوضع مختلف هنا، ينسب إلى ضعف الناس. البلد إذا لم ترضى بحكم عسكري لن يقوم عليها أصلا.
لأنه الدليل على ذلك عبود نفسه الذي تقوله يعني. نعم. كيف ذهب من السلطة؟ لم يذهب بانقلاب، ذهب بثورة الشعب يوما واحدا، يوما واحدا. كل البلد في إضراب عام في الشارع وفي الشارع. يعني أنت ترجع ما يفعله العسكر بالشعوب العربية إلى خنوع هذه الشعوب ورضاها. نعم. فرعون ربنا يقول استخف قومه فأطاعوه. ما هي موازنة بين الطاغية وبين الرعية والراعي. إذا الرعية استذلت ونافقت وتواضعت له، هو يستبد ويتمكن، يتفرعن. لكن إذا حاصروه ينحصر. ينحصر باعتدال. والسودانيين إذا عليه طبعا يمكن أن يطيحوا به دون استعمال قوة. السودانيين أكثر من ثورة في خلال الفترة. نعم. سنعود إليها. نعم. أنا لاحظت شيء عام أو شيء هام وأنا يعني أتابع هذه المرحلة، أن الأحزاب السياسية الرئيسية آنذاك في السودان، حزب الأمة، حزب الشعب، الوطني الاتحادي، نشاطها كله كان متركزا في شمال السودان، أما جنوب السودان فكان مهملا. نعم. لا وجود له لدى السياسيين، لا اهتمام به، فقط البعثات التبشيرية هي التي كانت تهتم بهذه. حدثتك أن المادة الصوفي وهو القاعدة لأساس هذه المذاهب لم تذهب إلى الجنوب لأسباب بيئية جغرافية يعني. وثانيا البريطانيون عزلوا الجنوب من الشمال تماما بسياسته ولغته وإدارته، منفصل تماما لحين طويل. وإنما الوهن الذي أصابهم بعد الحرب هو الذي فتح السودان بعضه على بعض، واستشاروا الجنوبيين، ولم تكن الكنائس بعد قد خرج أجيالا كافية لتتحكم. كان بعض الذين القادة ما يزالوا ينفعلون يعني بشيء من الشرق إفريقيا، بشيء من الإسلام فيه، وسلطنة علاقات طيبة، اختاروا أنهم يتحدوا مع السودان عندئذ. لكن الجنوبيين من البداية كانوا غاضبين وطلبوا بحكم لا، من 47 مع البريطانيين طلبوا الوحدة مع السودان. لكن من أول ما بدأ الاستغلال السودان هم الآن تبين لهم الأمر، لأنهم أولا حدث تمرد، لأنه أرادوا أن يأتوا بقطاعات من الجيش. طبعا الجيش ينقل في كل بلد. الجنوب يتعثر عليه أن ينتقل بالطبع، أزواجه لا يحصي لهن عدة، فتمردوا، والحاكم علينا كان بريطانيا. هذا الذي جعل الجنوبيين يتمردوا. هم طلبوا من البداية بعد الاستقلال بنظام فيدرالي في الحكم. أما كان يمكن أن يجنب هذا السودان نتائج ما حدث إلى اليوم؟ لكن السودانيون الساسة ما عرفوا شيئا يسمى النظام فيدرالي. أولا الدين كله كان يرتبط بسيد واحد، ما كان فيدراليا. الدين ما كان منتشرا منبسطا، يعني انتشر بين الناس. والسلطة كلها كانت في الخرطوم. البريطانيون كلهم عندئذ كانوا مركزيين جدا، حتى في بريطانيا الآن فسحوها لاسكتلندا ولويلز وللهارش بعد ضغوط الآخرين بعد ذلك يعني. لكن في المرحلة الأولى كانوا طبعا كله في لندن، حكم استعماري من الخرطوم، كله من الخرطوم. السياسيون السودانيون آنذاك لم تكن لديهم رؤية للحفاظ على الجنوب أو حل مشاكله أو الاستجابة لمطالبه على يا أخي انشغل الساسة السودانيين كلهم بقضية تغيير المصير، حزب اتحادي وحزب استقلالي. لا، أنا أقصد الآن في اليوم الذي قررنا فيه أظهر أنهم لا يحملون أي منهج آخر. دائما إذا كان هم واحد هو الذي يشغل الناس ينصرفون عن كل شؤون الدنيا. الآن يعني تتحدث عن الجنوب فيما بعد، لكن الجنوب الآن هي تقرير المصير فقط. لا يسأل أحد الحزب هل أنت تنزع لهذا المنهج في الاقتصاد أو في المعاش أو في الثقافة أو في السياسة في العلاقات الخارجية. كلا، أنت هنا أو هنا، هكذا. فالساسة السودانيون خرجوا مفلسين تماما من الاستغلال. يعني ما وصل إليه جنوب السودان الآن من انفصاله هو نتاج لما قام به الساسة السودانيون بعد الاستقلال. تراكم تماما. طبعا يشتد في وقت العسكري، لأن العسكر تشتد غبطتهم، وطأتهم على الجنوب هي أن يكبت بقوة أكثر من أيام الحكم. حتى الحكم المدني كان يستعمل الجيش، لكن العساكر نفسهم يعني حميتهم أشد.
فتتفاقم عند في النظم العسكرية، ولكن طبعا تتعاقب عليها النظم العسكرية بعد النظم المدنية في السودان كما نسميها، لكن هي تفاقمات والآن بلغت منتهاها. عبود وعد حينما استولى على السلطة في العام 58 أن يبقى لمدة وجيزة وأن يعيد السلطة إلى الشعب، لكنه بقي إلى العام 64، حكم ب12 ضابطا ثم خفضهم إلى 6، وبقيت السلطة تحت قبضته وقبضتهم إلى العام 64. عبود في جنوب بالمناسبة، سألتني في سياق الحديث عن الجنوب. نعم. هو الذي طرد الجثث الأجانب ولم يتعرض إلى الكنيسة وحرية الدين المسيحي والتبشير، ولكن طردهم تماما وبدأ يفتح المساجد، فبدأت هنالك الحمية الدينية عالميا ضده، والخوف من السودان هذا. طبعا المهدية كانت خطرا إسلاميا على السودان، له 9 جيران. إذا انتشر الإسلام أو انتشرت العروبة في السودان معنى ذلك أنها ستمتد في 9 من الجوار الإفريقي، يعني حتى يستثنى مصر وليبيا عربية. يعني ما يعني أسباب تركيز أمريكا والغرب طوال العقود الماضية على السودان وجنوب السودان؟ وهذا أن السودان بلد عربي إفريقي لونا، عجمة ولغة ولسانا، وثانيا 9 جيران، والجيرة ليست فيها حواجز من الجبال أو من البحار، بل نفس الشعب بنفس اللون بنفس التقاطيع بنفس اللهجات. فإذا انتشرت العربية والدين، وهذا هو الذي جرى في الإنقاذ هذه طبعا، أن انتشر الدين وانتشرت العربية لأول مرة في السودان تصبح قومية في هذا العهد. حتى عهد عبود وعهد الذي تلاه والذي تلاه، شمال السودان ما كان يتحدث العربية، شمال السودان إلى المثقفين. إلى المثقفين. دارفور كثير من القبائل ما تتحدث عربية إلا علمائها ورجال الدين فيها. في الشرق كان كثير من السواد واسع يتحدث البجاوية، أما الجنوب يتحدث لغات كثيرة إلا جوبا العاصمة فيها يسميها عربية جوبا، فيها لكنة مشهورة، يعني مشهورة عربية جوبا تسمى. فاللغة العربية أصلا كانت عند استغلال يعني الهدف هنا هو الحاجز، أن تظل العروبة والإسلام محصورة في هذا المكان. عند استغلال السودان كانت العربية نحو 40% فقط. الآن كل السودان يتكلم عربية، جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، والخوف من أن يخرج إلى الجيران الثمانية. وخرج والإسلام خرج إلى أفريقيا طبعا. يعني اللغات تحمل رسالات. والعالم الآن كله الاشتراكية، كل الأفكار تنتشر. فالغربيون يخشون أن هذا البلد الذي يسمى السودان إذا امتلأ عروبة أو امتلأ إسلاما يمكن أن يفيض على مناطق بالنسبة لهم حساسة. من أهمها إثيوبيا مثلا، بلد مسيحية قبل الإسلام، والإسلام فيها الآن أصبح هو السواد الأعظم في السكان في إثيوبيا. نعم. واللغة هي من أصولها من ذات اللغة العربية أصلا، بيسري يمكن يتحدث العربية. والحدود واسعة جدا. نعم. كذلك غرب أفريقيا، شاد بعضها يتكلم اللغة العربية فقط، لغة ومسلمون شمالهم وجنوبهم ما ليس مسلم لكن ينتشر فيه الإسلام، وهكذا يعني. والشرق الأفريقي السواحلية لغة أفريقية لكن غلبت عليها اللغة العربية، سمتها سواحلية من تلقاء الجنوب. فالسودان يبني على أصول قديمة، فيمكن أن يمتد على كل هذه المناطق، وهذه فيها ثروات هائلة ومناطق مستقبلا أسواق ومستقبلا أراضي. نعم، بكر في كل شيء. نعم. وهذا الذي يجعلنا نفهم الآن سر الاهتمام بالجنوب وفصله عن شمال السودان. ودارفور أيضا. ودارفور أيضا. في العام 59 سافرت إلى باريس، تحديدا إلى جامعة السوربون للحصول على درجة الدكتوراه في القانون. دراستك للماجستير في لندن بالإنجليزية، ودراستك في المراحل السابقة كانت بالإنجليزية. لماذا قررت استكمال دراسة الدكتوراه بلغة أخرى هي الفرنسية؟ أنا حدثتك أن نشأتي كانت أولا ممتدة في السودان. ما كانت منحصرة محليا وثانيا ثقافتي ما كانت تقليدية وحسب،
حتى آخر عمري أتوب إلى الله وأتعلم العلوم الحديثة، ولا كنت متعلما تعليما غربيا فقط ثم أو العكس، ولكن اتحدت في نفسي العلوم، ومنذ بريطانيا بدأ المد العالمي يتسع في نفسي، فكان الإصرار شديدا وكان عسيرا علي جدا، لأن الجامعة كلها يسيطر عليها البريطانيون، أن أخرج إلى فرنسا، ثقافة أخرى لها علاقات مع عالم عربي آخر في شرق، يعني في سوريا. كان هدفك فوق الدراسة؟ كان لك أهداف أبعد من الدراسة؟ الحضارة، صراعات بين الدين والسياسة فيها كانت أحد وأشد وأبلغ كتابة. بريطانيون كان انتقالا بطيئا متدرجا، وما تزال الملكة رئيسة الكنيسة، وما تزال رجال الدين أعضاء في مجلس الشيوخ واللوردات. فرنسا الوضع مختلف. طبعا هنالك حتى التاريخ مختلف. نعم. فأردت أن أدرس التجارب الحضارية، وطبعا العرب دخلوا فرنسا من قبل وقفوا على أسوار باريس، والتحام فرنسا مع العرب كان حادا جدا في الجزائر وفي دمشق. سلام مصابرة أرق ودمع الله يكفكف يا دمشق. فأردت فقط أن وثانيا اللغات اللاتينية. اللاتيني كانت هي اللغة الغالبة في العالم، واللغة الإنجليزية مأخوذة من إنجليزي قديم قليل جدا، ولكن غالبه إما يعني الأمريكان هم اللي لعبوا دور في قوة اللغة الإنجليزية عالميا بعد الحرب العالمية. اللغة الألمانية أصلا وإنجليزية قليلة وشيء من اللاتينية، ولكن الأمريكان هم الذين وسطوا القوة. طبعا البريطانيون نفسهم كانوا حكام العالم، الهند، استراليا، لكن حينما انكفأوا على أنفسهم بعد الحرب العالمية الثانية طبعا الأمريكيون هم الذين حملوا اللغة ونشروها. نعم. القانون كله والدبلوماسية كانت باللغة الفرنسية كما، وهي الآن تحمل الكلمات الفرنسية الآن. اخترت كانت موضوع رسالتك حالات الطوارئ في الفقه الدستوري. لماذا اخترت هذا الموضوع؟ طبعا لأنه يعني أعلم بلدي والبلاد حولي دائما فيها طوارئ. ما هي النماذج التطبيقية اللي اخترتها؟ لا طبعا جربت الحرب في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا، ماذا فعلت بالحريات، كيف بحجة الضرورات زحفت السلطة على الحريات وحاصرتها جدا، حاصرتها حصارة شديدة، التجارية والبشرية والمساواة وكل شيء يعني، وحاصرت الاقتصاد كذلك، حتى التموين طبعا في بريطانيا، لأنه محاصرة بريطانيا كانت بغواصات ألمانيا. فأردت الدراسات المقارنة هذه أن تعطيني فرصة حتى الأزمات الاقتصادية والأزمات الأمنية، وهي حالات تطبق إلى اليوم. إلى اليوم يعني هي تظل مرتبطة حال الطوارئ. فيعني أردت أن أهيئ نفسي لهذا الأمر يعني، ودرست لكن صوبت على دراسة الدين والسياسة. كيف؟ يعني طبعا أنت عارف الشهادة شيء، الورقة التي تقدمها شيء، وفي دراسة دبلوم عليا فركزت فيها على الدين والسياسة وتاريخ فرنسا بالذات، وقرأت تاريخ المسلمين وتاريخ تركيا بالذات، تاريخ اليهود بين السياسة والدين، يعني حتى تكون ثقافتي يعني في تجربة الإنسان كله في العالم قديم. معنى ذلك أن فترة إقامتك في فرنسا كانت نقلة أخرى بالنسبة لك؟ نفعتني جدا والله، أقول لك الحق يعني. الورقة كانت من أقل كسبي، اللي هي الدكتوراه نفسها. نعم. ما هي الأشياء الأخرى التي اكتسبتها؟ أولا لغة أخرى، ثانيا قمنا جمعيات دينية أيضا، طبعا بإذن مجلس الوزراء في فرنسا، الأمور معسرة شيئا ما، اتصالات مع جنيفا مركز إسلامي هنالك، وبريطانيا أسافر وآتي مع الحركات الإسلامية كلها ومع المسلمين الأوروبيين وغيرهم، مع الأفارقة، مع العرب، مع الآسيويين. الفرنسيون أكثر انفتاحا من بريطانيين، تدخل على مجتمعهم يعني وتعرف بعيبه بعلله وبمزاياه وفضائله. الثقافة عامة الفرنسية منفتحة. بريطانيا شعب منغلق جدا، يعني العسير عليك أن تخترق آفاقه. أحببت اللغة الفرنسية؟ طبعا حبي اللغة العربية الأصل هو الأصل،
نعم طبعا. هو الذي حببني في اللغة الإنجليزية. لذلك رغم أني في التعليم كنت قفزت سنة كاملة، لكن كنت خيرا من غيري لأن أحب اللغات. في الثانوي قفزت سنة كاملة وجبت أول كل الشهادة الثانوية العامة يعني، مع أنه امتحنت 3 سنوات بدل من 4 سنوات ثانوي. وبعد ذلك دخلت الفرنسية منذ أن كنت في بريطانيا، وبدأت أقرأ فرنسية. والرابعا لما دخلت السجن بدأت الألمانية، قرأت عشرات الكتب. يعني تتقن الألمانية ألمانية، لكن ما تحدثتها كثيرا، لكن عشرات الكتب من على قرأتها الفكر، لأنه كنت أجد كتبا مترجمة عن الدين وعن التاريخ والقانون عن الألمانية، فقلت أقرأها في الأصل. فحب اللغة الذي في الأول أمر صرفني عن يعني بين الطب واللغة. وأي هذه اللغات بدون تحيز للغة العربية، أي هذه اللغات وجدتها لغة غنية ثرية يعني تمكنك من البلاغة والفصاحة والدقة؟ اللغة لا أهلها، لا تغاري لي الأهل. نعم. غاري لي اللغة. أنا أسألك عن اللغة. هم أسوأ الناس أهلا، ولكن هي خير اللغات. اللغة العربية يا أخي وجدت جذرا واحدا جذرا واحدا للفعل يمكن أن ينصرف 30 فعلا، لا للماضي والمستقبل لكن طريقة الفعل. الفاعل 8، المصدر عدة، الهيئات، الجلسة، هكذا، وتخرج من جذر واحد عشرات مئات الكلمات أحيانا حسب اتساع عقلك. يعني العربية هي إذا اتسع عقلك يمكن أن تستخرج من اللغة العربية كلمات باشتقاقاتها. نعم. وتوسع حسب عقلك. إذا ضاق بالطبع تختصر الكلمات على ما هو قليل. وطريقة تركيب الجمل ليس مثلها شيء. درجات التأكيد لا يبلغها لغة أخرى. يا سلام. وتقدم الظرف في أول اللغة إذا أردت أن تركز عليه، أو المبتدأ أو الفعل إذا أردت، أو الحال إذا أردت يعني. وكل هذا لا يحتاج إلى خبرة كبيرة في اللغة، تمارسها وتستمتع بها. المقارنة هي التي تدرك بها ميزة بلد على بلد أو فرد على آخر. يعني إذا قارنت هذه، معنى ذلك أن أهل العربية لا يعرفون قيمتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفرنسيون طبعا شد الناس حماسة لغتهم. كل اللغات، يعني أنا قابلت عالم تاريخ لغات وتاريخ علوم قال لي لن تنهض أمة بغير لغتها، ومعنى ذلك أن العرب لن يعودوا للنهوض بغير لذلك لغتهم. نحن الآن لما تمكنت السلطة لنا بها صلة، عربنا السودان أولا، لا بالسلطة ولكن بالمد هكذا شمالا نحو مصر وصلنا مصر عبر النوبة، وشرقا وغربا، والجنوب كله تعرب. ولم يأخذ وقتا طويلا. لم يأخذ وقتا طويل. وكل العلوم العربية من الذي عربها؟ لا أساس اللغة العربية، لأن مستواهم كان مثل أهلهم، لكن أساتذة هندسة نعم. درسوا اللغة العربية في بيوتهم كانوا شديدي الحمية لها. ولذلك مجامع اللغة تضم الكل، أطباء ومهندسين. كل الطب والهندسة والزراعة كلها تدرس بالعربية الآن في السودان. وحاولنا ذلك أن نقارنه مع بلاد عربية حتى يعني نتعاون، ولكن البلاد المستعربة كاليمن مثلا تعثر عليها ذلك. أما العربية العاربة المستعربة الشام وحدها، لأنها عربت من الترك بعد الحرب الأولى. طبعا خرجوا من تركيا فعربوا الأتراك. أما أن تعرب من الفرنسية والإنجليزية كان عسيرا على كل البلاد العربية ذلك، وما زالوا. أنا أعود إلى وجودك في فرنسا. هل حصولك وحتى مع الجامعة العربية حاولنا أن نحدث كما ينشر الفرنسيون بالأليانس فرانسيس والدويتش انستيتيوت الألمانية والبريتش كونسل. كل واحد يريد أن ينشر لغته في العالم حتى يتاجر الناس معه ويسمعوا لغته. لكن حاولناهم أن يعطونا شيئا من أموالهم الهائلة ما شاء لننشر اللغة العربية. وناس يحبون اللغة حبا جما حولنا، ملايين، يمكن كان يدخلهم ببضعة ملايين. ولكن يعني الآن لو أن هناك ثريا عربيا يوقف مبلغا لنشر اللغة العربية لامتدت، وهذا سيعود عليه خيرا. يسمعون إذاعته، ينفعلون مع قضاياه، يتاجرون معه، يزورونه. حتى يصبح الحكام العرب يحبون لغتهم وشعوبهم سيفعلون هذا الأمر. الآن هم يا أخي لا يحسنون العربية أنفسهم. أنا حضرت القمم الإسلامية والعربية يا أخي، لا في حكام واحدا فقط كان يتكلم العربية الفصيحة، البقية
أحيانا لا يستطيع أن يقرأ. في رؤساء وحكام عرب يلقوا خطاباتهم بلغات أخرى، بالفرنسية والإنجليزية، وهم يحكمون الشعوب العربية. نعم نعم. ما بين الفن والموسيقى، المسرح والسينما، الكتب والإصدارات الروائية والشعرية، الرواق الثقافي، فقرة ثقافية في نشرة هذا المساء 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نسعد بمشاركتكم عبر منصاتنا المختلفة. نعود إلى وجودك في فرنسا. هل حصولك على الماجستير من جامعة لندن وعلى الدكتوراه من السوربون وإتقانك للغات أخرى وأسفارك جعلتك تشعر كأنك فوق الآخرين، أميز من الآخرين؟ كلا. أنا يعني أولا عشتي في الأسرة، يعني ربتني على أن نحن من قرية بائسة. يعني ترتيبك الكم بين إخوانك؟ الثالث. لكن كنا في قرية، فنأتي الإجازة نعيش مع أهلنا، ودرجة الموظفين درجة وسطى يعني راقية، فنتعلم. وأنا والدي يرجع إلى بلده أحيانا وأنا أعيش مع تجار ويسكنني مع آخرين، فتعلمت العيش مع البشر بمختلف مستوياتهم المختلفة أحمد الله يعني. ولكن ما استفدت شيء إلا أتيت به إلى الحركة الإسلامية. يعني الحركة الإسلامية طبعا أول أمرها كانت أفرادا تجند والتجنيد واحدا، وتركيه وتربيه وتحسن دينه، ولكن بعد فترة أصبح المد في جماهير، واسمها من حركات سرية إلى علن، ومن صفوة إلى عامة الناس، فبدأت تمتد جبهة. أفادتك يعني هذه المعارف والعلوم المختلفة؟ نعم. أنت في العام 61 حينما كنت تدرس الدكتوراه في السوربون سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ما قصة هذه الزيارة؟ ذات المعنى، ذات المقصد. أردت أن أعلم العالم، لأن أمريكا بلد ناهضة، نهضت من جوعة من إيرلندا ومساجين ومشردين، فكان ينبغي أن تنهض، لكن جمعت من أوروبا ما جمعت من إفريقيا عبيدا، ومن آسيا من هنالك مهاجرين. فأردت أن أعرف أمريكا، وكتبت لهم، وكان برنامج لقيادات طلابية كما يقولون، وحمت كل أمريكا إلا المناطق الجنوبية، حذرت منها أنه هذه. كم بقيت هناك؟ يعني 3 شهور كده، لكن عشت في بيوت أمريكان، ما عشت في فنادق. ورأيت كل ما أردت أن أراه. ما الذي رأيته؟ كل شيء، الهنود الحمر وقراهم المتخلفة جدا، السجون كلها زرتها، الجامعات كلها زرتها، المحاكم كلها زرتها، المزارع زرتها، الموسيقى زرتها، المناطق الزراعية، غرب إلى الجنوب حذروني لأن ما كان العرق يعني حتى البلاد التي ذهبت إليها، يعني دخلت الحلاق يسألني ماذا تريد؟ أقول له لست بقالا حتى تسألني، أريد الحلاقة، لكن يميز أن لهجتي ليست أمريكية. فلا يبالي ندخل عليه. فاستفدت من 2 أو 3 فائدة هائلة. لكن لاحظت التمييز العنصري كان موجود وقتها؟ متمكن جدا كان. متمكن جدا كانوا يعني. لكن شيئا كنت قدرت أن الأمريكان أقدر على التطور من أوروبيين محافظون، بريطانيون محافظون، الفرنسيون متعصبون لما هم فيه. الأمريكان الأستاذ يسألك كالطفل عما لا يعلم، بقول لك لا أعلم. بعض الأساتذة ظنوني هنديا، السودان لم يعرفون أين هو، كانوا يسألونني أسئلة بسيط جدا. اضرب لي أمثلة. يعني أستاذ علاقات خارجية ذهبت إليه ظنني هنديا، يتكلم عن الهند، قلت له أنا من إفريقيا، قال لي ليس السودان جزء من الهند؟ قلت له لا، هذه إفريقيا. وهذا أستاذ علاقات يعني سياسية. أستاذ يعني، لكن بعد ذلك يسألني ببساطة ويقول لا أعلم. البريطاني لا يقول لك لا أعلم، مهما تحدثه يقول لك أعلم. يعني كفوارق أساسية بين الفرنسيين والبريطانيين والأمريكان في ذلك التطور يسير هناك،
وأنا قدرت من ذلك اليوم رغم تخلفهم في مسألة الرق بدأ تحريره في بريطانيا كمبدأ، وهنالك ظل لحين طويل يعني محاصر، الزنوج محاصرين، فقر بائس، تركوا للإجراء، السجون كلها وجدتها منهم غالبها منهم، لا بنسبتهم السكانية، ولكن زرتهم كلهم، وزرت المسلم منهم وغير المسلم، وزرت كل يعني شغفك بالمعرفة جعلك تستثمر نعم. عدة أشهر. العرب زرتهم ولقيتهم لكن كانوا يختفون. فين؟ في أي الأماكن؟ كله في يعني في شيكاغو ما حولها وفي نيويورك، فأزور كل الطوائف، لكن هؤلاء المسلمون كانوا في حالة من المسكنة، فيريد أن يخفي نفسه ويغير اسمه أحيانا، مستر مو بدل من محمد. نعم. وجمعتهم في احنا بنتكلم على سنة 61، يعني مش بنتكلم على قرون ماضية، 50 سنة فقط. لا كانوا في حالة من المسكنة، لأن المهاجرون يريدون أن تخفى هويتهم حتى لا يغضب منه عليهم أحد، لكن الأمريكان عندئذ ما كان فيهم كره للعرب ولا للمسلمين، فقط السود. فقط السود واليهود إلا شيء ما ورثوا من بريطانيا كثيرا، لا المستعمرات لأنه كانوا مستعمرهم أنفسهم. ولذلك يسألوني أسئلة بريئة جدا عن الإسلام، عن العرب. أما في بريطانيا وفرنسا أتنكر، لا أحتاج أتنكر، يظنون أني إفريقيا خريج مدرسة تبشيرية مثلا. أسألهم عن العرب تنفجر من نفوسهم وقولتهم، مثل اليهود يكرهونهم في فرنسا مثلا. أسألهم عن الإسلام، هذا سؤال مستفهم، مستفسرا مستفهما. هم لا يؤمنون بالمسيحية أصلا، إلا إذا قلت مسلما عندئذ الحمية يكون كاثوليكيا في فرنسا طبعا. ففي فرنسا كنت أريد أن أكتشف حال النفس الداخلية، لا ما يظهر المرأة. لكن في أمريكا وجدت كرما في البيوت، بعد يوم الأسرة تحدثني بكل قضاياها وخلافاتها الأسرية ليعالجها بعد يوم واحد. وأتي وأنا لابس هكذا، عفوا، وأدخل معهم المطبخ، وأدخل معهم في قضاياهم مع أولادهم ومع بناتهم. يعني شعب منفتح كريم وقابل للتطور من حيث ما كان، الأمريكان أسرع من بقية الأوروبيين. لذلك قرأتك في ذلك الوقت 61. يعني وأنا لذلك لم يصدمني أن يأتي أوباما يصبح رئيس الجمهورية طبعا. أما أوروبا يعني هذا سفر طويل المدى. يعني من ذلك الحال إلى اليوم انظر الفرق. يعني يحتقرون هؤلاء، يحتقرون أيضا اللاتينيين الذين يريدون إليهم من المكسيك. طبعا هم احتلوا هذه المناطق كلها، كانت مكسيكية يعني. لكن اللغة المكسيكية الآن أصبحت اللغة الثانية في الولايات المتحدة، وأصبحت يعني المكسيكيون الآن والأفارقة يعني بدوا يترقى مستواهم يعني، وبدأت العرقية تهي جدا في نفوس الأمريكان. ما أقول لك لا يوجد متطرفون، التطرف الديني عندهم وجدته كذلك منذ ذلك الحين. الأصولية، كلمة أصولية هذه أصلا من عندهم، أصولية بروتستانت يعني لا ما كاثوليكية، وعادت مرة ضد الكاثوليك وأصولية يرجع إلى التوراة وقرب من اليهود وهكذا. لكن عندئذ ما كانت القضية الفلسطينية ظاهرة، ولا القضية الإيرانية كانت بعد قد ظهرت يعني حتى توظفهم من الإسلام. كانوا منكفئين يعني في ذلك الوقت. منكفئين، لأن أمريكا قارة يا أخي. أنت من تكساس أو من أي فيرجينيا، هذا وطن قدي وطن بلد عربي، وأمريكا هذا هو العالم. أنت لا يعلمون شيئا. أنا ذهبت بعد حين مع رئيس الجمهورية نويري بعد حين إلى ريغان 83 إلى ريغان. ما كان يعرف أين السودان. ريغان نعم، حتى لما قابلتوه يعني. نعم، قلت له تحتج على دخول الكوبيين ب1000 كوبي على جزيرة في الكاريبيان، وأنت تريد أن تحتلها لتحررهم. ماذا الكوبيين في إثيوبيا؟ لا يعرف إثيوبيا ولا يعرف هذا الأمر أصلا. سآتي إلى زيارتك مع نميري إلى السودان. حصلت على الدكتوراه من السوربون في العام 64. نعم. وعدت إلى السودان 5 سنوات أستاذا في الجامعة. أستاذا في الجامعة.
5 سنوات قضتها في فرنسا. نعم. كيف كان وضع جامعة الخرطوم حينما عدت؟ جامعة الخرطوم ما انفكت، هي مركز أكثر كتلة من المثقفين كانوا في الجامعة، لأنه طبعا جامعات ما انتشرت بعد، نعم، ما خرجت كثيرا، ولذلك كانت مركز الندوات المهمة على الساسة، يحاسبون هنالك أكثر ما يحاسبون في مجالسهم النيابية. النواب كانوا يأتون من الأقاليم، ولكن يشار إليهم أن يصوتوا على أمر لا يدرون ما هو يعني. فنحن جئنا عندئذ، والجامعة بدأت يعني عدد السودانيين فيها يمتد شيئا ما كثيرا. كان لا زال في أساتذة بريطانيين؟ نعم نعم نعم. ولذلك والتدريس كان بالإنجليزية؟ التدريس غالبه كان بالإنجليزية، حتى الذي حاولت أن أقدمه تأخر. ولكن الذي جرى عندئذ أنا جيت مليء بحرية فرنسا طبعا. ولذلك قضية الجنوب كانت مع عبود استعرت، فكانت عندهم لجنة كبيرة جدا للتداول في قضية الجنوب. وعقدت لي ندوة في الجامعة من جمعية اجتماعية، ولكن تحدثت بما أفهم. هذا البلد قارة لا يمكن أن يحكم. أنا درست قانون دستوري مقارن في العالم. البلاد الكبرى كلها تحكم بولايات مختلفة لها ذاتيتها، والقومي الشأن القومي يمكن أن يجتمعوا جميعا عليه، ولكن لكل تعليمه وما يليه. وثانيا الحريات، إذا أردت أن تبسط السلطة لا تبسط الحرية للناس. ولا معنى عبود حاول حكما إقليميا يعني، لكن قلت هذا لا ينفع أصلا. والقضية ليست قضية الجنوب، ستنتقل إلى الغرب والشرق إذا لم نستدركها. لا بد من هذا الكلام قلت بوضوح في العام 64 في لا بد أن يزال هذا النظام. فصحيفة من الصحف جرأت أن نشرت شيئا ما هذا الكلام. طب انعكاس ده إيه على الحضور في الجامعة؟ يعني خطاب غريب وجديد. طبعا البشر كلهم كانوا ملأى في أجوافهم، ولكن النظرة العسكرية هذه تكبت في نفوس الناس كثيرا من الخير. بدأت الندوات الطلابية بعد ذلك، وبدأ الساسة يدخلون عليها في قضية الحريات، قضية الحكم، لا قضية الجنوب فقط. نعم. كل القضية. وأنا أستاذ ليس لي سيارة. دخل الشرطة على الجامعة وضربوا بالرصاص، ودخلنا على الشرطة هكذا وانتهرناهم، وأخذنا المجروحين، وبعضهم واحد منهم مات شهيدا يعني للمستشفى. والصباح خرجنا في مظاهرة بكل أساس الجامعة، الغربي منهم والسوداني، لنحمل نحشه حتى نسلم إلى أهله في سيارات لها موقف بعيد. وحاول أن يعترضنا الشرطة، ولكن تقدمت إلى القاضي وقلت له: أنت تريد أن تقتل عدد من الجنائز غير الجنائز التي نحملها؟ معنا أساتذة، قتلتنا نحن السودانيين يمكن أن يكون لك ذلك، ماذا بريطانيون وأوروبيون وهكذا. ففتح، فتجمعت مظاهرات ضخمة جدا حتى نصل الميدان الواسع. هل هذه كانت إرهاصات البداية لإزالة حكم أكتوبر؟ ثورة أكتوبر. أنا ما كنت أدري أنها ثورة، حتى الندوة كنت أقول النصيحة ولا أبالي. أنا ما عشت في السودان حتى أتمسكن بكثرة الضغوط علي، حديث عهد يعني. لا أفضل نفسي على الآخرين يعني، كانوا يسكتون. يعني الناس تكون بحاجة إلى من يثير الحماس فيها، أو ينبهها إلى واقعها المرير، أو يحيي فيها الرجولة حالة الالتهاب منتشرة، من يشعل الشعلة من يشعل الحريق، وبعد ذلك الالتهاب كله يلتهب. وبالفعل حصل. مهما كانت الشعوب مستكينة وخاضعة. في تلك الندوة العامة صلينا صلاة الجنازة، أخذنا الميكروفونات وبدأنا الحديث. بعد ذلك أصبح ثوريا، وبدأ الناس يقلبون السيارات، وما استعلت النيران في سيارات الشرطة إلا أدركت عندئذ أني الآن بين يدي ثورة. ليست هي بنصيحة واحتجاج ومظاهرة وهكذا، دون تخطيط. ولذلك طفت ذلك الليل، سميت نفسي اسما دون الاسم الأخير يعني. وهم كانوا يعرفونني منذ الندوة: من هذا الجديد الذي دخل السودان؟ هل هو شيوعي؟ هل هو لا سيما المد اليساري كان طاغيا في ذلك. نعم، حاسبوني شيوعيا أو شيئا من هذا القبيل. قريبا لي سألوه: ما هذا؟
أرادوا أن يقبضوني ولكن ترددوا، هم متحفظون كما حدثتك عن الحكم، يعني حكما معتدلا. فطفت على كل الساسة أن يحضروا معنا الجنازة، ثم بعد ذلك المظاهرات، وبدأت الضغوط وبدأت التداعيات وبدأ الجماهير تخرج. ما فيش حرية بدون دماء، في واحد استشهد. أيوة. والشعوب حينما تكون لديها الاستعداد لأن تضحي وبدأت تحصل على المظاهرات حرية. تذهب إلى القصر، وبدأت القضاء بعد ذلك، القضاة أغلبهم تحت كلهم تمردوا، أنت وصفت وكل الخدمة العامة تمردت. ولذلك عبود قال خذوها خذوها، أنا ما انتزعتها منكم، ودعت لي كرها من نفسي. يعني قامت ثورة أكتوبر. من خلال قراءة ثورة أكتوبر من عدة مصادر، أكتوبر 64 في السودان، وجدتها تعطي نموذج لكيفية إسقاط حكم عسكري طاغي مستبد. نعم. ولكن يجب أن يكون الشعب لديه الاستعداد للتضحية وأن يتحرك ليسترد بلده من هذا الطاغية. نعم نعم. والثورات الشعبية هي التي تورث انقلابا عسكريا طبعا يعني يعقب خليفة عسكري إلى بعد الثورة إلى ثالث يجني ثمار الثورة. لكن الثورة هي التي تحدث الحرية، لأن الشعب هو الذي ثار. الحرية تنتزع. نعم. لا تطلب، والشعب هو الذي يثور، وعندئذ تبسط الحرية. النقابات المهنية، الطلاب، ضباط الجيش، الشرفاء أيضا. أخيرا الأمر قالوا لن نقتل أهلنا نحن ندافع عن الوطن، وجاءوا لعبود قالوا اذهب. في بعض الدول العربية عدد الذين يقتلون على أيدي الأمن أكثر من اللي قتلهم الاستعمار والاحتلال. لكن لا بد للضباط الشرفاء أيضا أن يكون لهم موقف. نعم نعم. دائما العسكر المفسدين بيخشوا من المحاسبة، لذلك يعني هؤلاء عبود ومن حوله منحوا وعدا بعدم المحاسبة. نعم، كتبت في الدستور لهم. لأنهم قالوا أمرنا بذلك، أرجو ألا تحاسبونا على ما طاعتنا لأمر من حكومة منتخبة. يعني الآن الشعوب العربية تتعهد لهؤلاء الطغاة بأن هم يعدوهم عهد لا يحاسبوهم. كل السودانيون المسلمون عموما عندهم العفو دائما، حتى أحيانا عند جريمة القتل إذا حكم عليه بالإعدام تقول له. لكن مسلسل الانقلابات الدموية زي العراق وزي بعض الدول الأخرى أيضا كان بيكون مخيف. يعني دي في شعوب دموية أصلا، يعني نحن السودان ما دموي جدا، والسودان ما العنف ليس فيه، حتى حركته الإسلامية ما فيها مدود طلعت، مدود جهادية غير نظامية، بل فقط تريد أن تستهدف وتقتل وتخرب وتدمر. ما عندنا هل من السهل التخلي عن السلطة؟ لا، عسير جدا. يعني مهما كان الشخص لا يتخلى، لولا أن عبود وجد الدنيا أمامه ما تخلى. أجيبك عليه عندما يأتي لكن أنا هنا عشان عبود. لا، عبود هذا رجل أولا طيبا، أمر، كان مهندسا، والسودان نفسه ليس بلدا لم يحد كثيرا الحكم العسكري في تاريخه. لم نعرف فرعونا نحن في السودان، بلد منتشر ومتسع، والحكم الإسلامي كان منبهلا كده يعني. فيعني ليس هناك قبضة حديدية. القبضة لم نحتها من قبل. والبلد واسعة، صعب اسماعيل العسير تقبضها قبل أن يتقدم. هي أكبر دولة إفريقية. قبل أن يتقدم بعد ذلك الإعلام الحديث، وتسيطر على رزق الناس وعلى معلوماتهم وعلى أخبارهم وعلى اتصالهم. كان تجربة طيبة جدا. تقدر تقول لي إيه العوامل التي أدت إلى نجاح ثورة 64 ضد حكم عبود؟ أولا انفعال عدد من الصفوة كده عموما بروح الحرية وبسط السلطة وانبساط الرأي العام، هذا كان مهما جدا. وثانيا الذين في السلطة أنفسهم يعني كان لهم حد في أنفسهم، ما فسدوا، ولذلك والمال في يدهم، وما قسوا بالاعتقالات على الناس يعني. والناس كانوا يتحدثون أحيانا، السودانيون لسانهم طلق دائما. فهؤلاء العاملان، والبلد واسع جدا من العسير على حتى على نظام عسكري يعني يحتويه أن يحتويه كله. هو يعلم أنه الجنوب لا يمكن أن يحتوى بالقوة، عبود نفسه معلم، ولذلك أنشأوا لجنة لنناقشها، ويعلمون أنه لو ثار الغرب أو ثار الشر من العسير أن تحتويه. فالبلد أوسع من أن يسعها قبضة المستبد فيها. أنت بتعتبر الشعب أكثر منازعة للحرية بطبيعتهم، بدوا
البدو طبعا لا يرون الأفق فقط حدهم. فدائما حياتهم كلها حرة كده، يعني بتكون في أنفسهم، ما تعودوا على النظام والضبط والربط. لكن هل طبيعة الشعب السوداني طبيعة متمردة؟ لأنهم أصلا ما تعودوا على الانضباط والربط والضبط، ما عاشوا في منطقة ضيقة جدا يحكمهم حاكم ويحيط بهم وجنده فوقهم. يعني حتى نعدل مع الشعب المصري على النيلين فقط، وفرعون وجنوده يمكن أن يحرمك الماء. نعم. الحياة. فيعني الضرورات تضطرك أن حينما أن يستخفك هل تعتبر العام 64 والمحاضرة التي كانت لك في جامعة الخرطوم كانت بداية ولادتك السياسية في السودان؟ نعم نعم نعم. وهل تعتبر أن لك دور رئيسي في ثورة 64؟ نعم نعم، ما بذلك شك. لذلك لما جاء الدوائر الخريجين صوت لي كل الخريجين، الشيوعي منهم والإسلامي، كنت على رأس القائمة بفارق هائل جدا. غالب الذين فازوا كانوا اليساريين. هل خططت لهذه اللحظة أم أن الظروف ساعدتك وهيأتك لتولد زعامتك السياسية في ذلك الوقت؟ ما خططت، بالعكس كنت أخطط لسيرتي الأكاديمية العلمية، وأقدر التخطيط كان في ذهني دائما للأمام يعني. نعم. لأنه إذا كنت أؤمن بالآخرة، المسلمون يؤمنون بالآخرة لكنهم لا يخططون للغد. انسى يوم الآخرة. هذا كلام بألسنتهم فقط، يعني ليس بأنفسهم، لكن كان في نفسي دائما التخطيط كنت دائما بتخطط. لكن مجرد قامت الثورة علمت أن هذا المسلك ليس مسلكي. الآن أصبحت يعني أحد زعماء. ليس مسلكي أخرج إلى الشارع وأنا أعرف السودان. ليس مسلكك، تقصد أن الجامعة ليست مسلكك. نعم. لابد أن تنطلق إلى الحياة. لابد أن أنطلق. لذلك استقلت وتفرغت للعمل السياسي. يعني الفرنسيون يريدون مني أن أطبع الرسالة لأنها كانت أجود الرسالات، ولكن نسيت كل هذا وتركت وما اشتغلت بالقانون أصلا ولا محاميا. بعد ذلك أعلم أني تفرغت للعمل السياسي للناس للأسف. أبدأ معك الحلقة القادمة من تفرغك للعمل السياسي إن شاء الله. وبعد ثورة 64. شكرا جزيلا لك، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور حسن الترهبي الزعيم السوداني البارز. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.